السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنقص مع بعض طقم من العمرية، طقم الكرونات. يلا نشوف هنقص ازاي مع بعض. نقول بسم الله ومننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا الطقم ده قصيت 3 متر من المشجر ووفقت معاه اللون السادة ده. قصيت منه 2 متر 75. تمام. طيب اول حاجة احنا متعودين عليها ادام طقم الكرانيش لازم نطلع قرصة السرير الأول. أنا السرير بتاعي مقاسه 1.60 متر، يبقى زي ما متعودنا هنقيس 1.60 متر ونزود عليه الجزء اللي مش هيبقى فيه كورنيش اللي هو كام؟ سامعاكوا تمام؟ 40 سنتي. طبعا انت ما بتقطعي من عند التاجر بيقيسلك من الجزء المتطبق ده، يبقى ملفوف على الطوب كده وبيقيسلك من الجزء المتطبق ده كده. احنا برضو قياساتنا كل قياساتنا من الجزء المتطبق ده، وتحت كده بيبقى البورسل بتاعك. البورسل يعني نهاية القماش، بيبقوا المصنع بيبقى قافله بالطريقة دي. تمام. ادي متر ونص، وادي 10 سنتي، يبقى كده مقاس القرصة 1.60 متر. هنزود عليها ايه؟ تمام، 40 سنتي. ال40 سنتي ده الجزء اللي هيترمي من السرير من اليمة التانية، مش هيبقى فيه كورنيش. تمام كده. ظبطي قماشك كويس وانطريه. النطرة دي بتفرده عشان ما تيجي تقصي لازم تنطري النطرة دي كويس عشان يفرد معاكي وما تيجي تقصي ما يوربش معاكي. تمام. يبقى كده اول حاجه طلعناها هي القرص. طيب انا طقم الكالونات ده احنا متعودين الكورنيش بياخد معانا ايه؟ بياخد معانا متر. تمام. يبقى انا هاخد عشان طقم الكالونات هاخد نص متر من المشجر وهاخد نص متر من الساده. تمام. انا هطبق القماشه عشان القماشه صغرت معايا اهي. دايما هناخد جزء صغير، حاولي تطبقيه الجزء المتطبق ده على البورصل عشان القماش ما يوربش معاكي ما تيجي تقصي. هقيس 50 سنتي. ادي اول قطعة 50 سنتي من المشجر. القطعة اللي بقيت دي هنستفاد بيها في الخدودية، نخلي حلقة الخدودية وحدها. قلنا الكورنيش بياخد قد ايه؟ بياخد متر. طلعنا 50 يبقى فاضل 50 هنطلعها من الساق. برضو هطبق قماشي قبل ما اطلع جزء صغير. ادي الجزء المتطبق اهو اللي بيجي من عند التاجر، هو كل قياساته من هنا. انا بس كل اللي بعمله ان انا بطبقه على البورصل، بصغر القماشه قصادي. ادي كده تاني 50 سنتي دول كده الكورنيش بتاعي. طيب انا محتاجه ايه تاني؟ محتاجه المخدات الطويله. المخدات الطويله احنا قلنا بنقيسها على قد مقاس السرير بتاعي. السرير بتاعي 1.60 متر، انا هقيسها 1.65 متر، 5 سنتي زياده دي عشان الخياطه.
تمام. ادي 1.5 متر، وادي 15 سنتي، يبقى كده 1.65 متر. القطعة اللي بقيت دي هتنفعنا برضو في الخدودية، خلي حلقة الخدودية وحدها. طيب انا قصيت اهو المتر 65 بتوعي. هعمل ايه؟ هقلب القماش الفاضي كده، تمام، عشان اجيب فاضي كده بالمنظر ده، تمام كده. هقيس من اول البرسل من الناحية المفتوحة، من الناحية المفتوحة لازم احطهم على بعض عشان قياسي يبقى زي بعض. هحط كده المنظر ده المزورة بتاعتي، واقيس عرض المخدة 90 سنتي. هقيس قد ايه؟ 90 سنتي، تمام. هقف هنا كده واقيس الحتة اللي باقية ناحية المقفول ده، هشوفها هتطلع قد ايه. هشوف الجزء الباقي ده قد ايه، هو متطبق كده 28 سنتي. انا مش هحتاج كل ال 28 سنتي، لان انا عرض الخدودية اقصاها 55، يعني محتاجة قد ايه؟ ادي لو وقفت هنا ادي 50، 25 اهي، يبقى 50، 52، يعني حوالي 27. ارحل شوية المزورة عند 27، وخلي الزيادة دي تاخدها المخدة احسن، تمام. كل اللي انا هعمله هطبق القماش بالمنظر ده، وقدام انا في نفس اتجاه البرسل، شايفين انا في نفس اتجاه البرسل اهو. ادام في نفس الاتجاه بشق عادي القماش، بكرر في اتجاه البرسل فقط، غير كده ما بشقش القماش، تمام. اظبط بس لازم الشق بتاعك يبقى مستقيم، تاخدي فرط كده بالمقص مستقيم كده بالمنظر ده، وتروحي شقه. هيطلع معاكي ادي كده. بعد ما شقتها طلعنا فردة مخدة وفردة مخدة، تمام كده. والجزء اللي باقي ده برضو هنستفاد بيه في الخدودية. هخلي حلقة الخدودية وحدها، نكمل قص باقي البالونات. دي قصيناها 50 ودي قصيناها 50. هنعمل ايه فيها؟ زي ما هي اهي متطبقة من عند التاجر، تمام. بس اتأكد بس ان هي مظبوطة، عشان البرسل مش جاي على البرسل زي ما توقعت. اتأكدي ان البرسل على البرسل. ودي كده متطبقة مرة، تمام. ادي مرة تانية، ظبطيها بس، اهم حاجة يبقى سوا بعض. ادي كده طبقتها مرتين، هطبقها مرة كمان، بحيث هتديني في الاخر مقاس قد ايه. ادي طبقتها مرة، في 2، في تالت مرة، تمام. بحيث هتديني قياس قد ايه في الاخر؟ هتديني قياس 30 سنتي. 30 سنتي في ايه؟ في 50. هفتحها عن بعض. الشريحة فتحتها بالشكل ده كده. نفس الحكاية بالنسبة نص متر المشقة. اتأكد ان البرسل على البرسل، ودي هي متطبقة مرة اهي.
كده جهزنا الملاية بتاعتنا بالكورنيش بتاعها. نشوفها في حلقة التقفيل المرة الجاية ان شاء الله. هنقفلها مع بعض ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. هنشوف هنقفلها ازاي بطريقة سهلة بإذن الله، وهخلي حلقة الخدادية وحدها زي ما متعودين. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله، استودعكم الله.